السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الفل يا مساء الرزق. النهارده بأمر الله جايب لكم ناس بقى ايه، ناس بتفهم كورة، ناس كتبت لنا بقى في التعليقات وفي الكومنتات انت عم بتطلع لوحدك ومصدعنا وبتاع. النهارده جايب لكم ناس بتفهم كورة، الكورة هنا دايما بقول لكم، فجايب لكم ناس بتفهم كورة. ايوه يا عم دونج احنا بنتعلم منه. معايا كابتن جو، هو بقى ابتدى الكلام، وكابتن عمرو وكابتن صبحي كومبو بقى يا جدعان. يعني امبارح كان في متوشه كتير والنهارده في متوشه كتير، وعايزين نتكلم على العميد والكلام ده كله. فيعني نبتدي بقى كلامنا عند كابتن جو، انت قول لنا نبتدي منين؟ بص احنا كان عندنا كذا حاجه الاسبوع ده. احنا كان يعني طبعا اول حاجه الاهلي والزمالك لعبوا في افريقيا، وبيراميدز والمصري برضو كله كسب الحمد لله، كله خد اول 3 نقط في المجموعات. فانت اتفرجت على ماتش الاهلي، قول لنا مثلا كده ايه رايك في انا بامانه يعني في الماتشات اللي فاتت ما كنتش عايز اقيم المدير الفني بتاع النادي الاهلي. خلينا نبتدي بالاهلي، احنا ناس اهلاويه نتكلم على الاهلي وهنعرف انتماءات كل واحد بالكلام. كده كده الناس هتكتشف انتماءات كل واحد، بس الناس عارفه ان انا اهلاوي. هيبقى واضح. هيبقى واضح. انا شايف مثلا عم صبحي المدير الفني ما كنتش عارف اقيمه غير بعد الماتشات اللي فاتت دي اما ابتدت تظهر شغله على الملعب. بس هو الراجل من ماتش الزمالك كان باين عليه ان ليه بصمه وفي جمل بتتعمل من ماتش مصر كمان، مش من ماتش الزمالك بس. الحته اللي بتلعب من ورا هاني، من قدام هاني كده، اللي بيزيد فيها ديانج اوقات وبيزيد فيها زيزو لما بيلعب 8. الحتت دي بتبقى حلوه جدا وبتفرق جدا مع الاهلي، وبالذات هي المنطقه دي. بس انا نفسي افهم بقى احنا ليه ما بنعملش كده في الجنب الشمال؟ يعني كابتن تريزيجيه ليه مموت الجنب الشمال، او ليه ما حدش بيفكر ان انت لما زيزو بيزيد ليه بيزيد من اليمين؟ هل دي علشان على عدته زمان زي ما كان بيلعب مع الزمالك، ولا هو انا برضه يا صبحي برضه عايز اخد من كلامك في حته، في ميزه الراجل ده عملها، هو احيا الجبهه اليمين دي للاهلي. يعني اكتشف بن شرقي زي ما الناس بتتكلم، بس انا عايز بتاع 2017 بتاع الحته اليمين ده معاهم. بس هو كان بن شرقي عمل مستوى كويس قوي، بقى له 3 ماتشات. بس الراجل هو اللي محضره في الحته دي. يعني بن شرقي اتفرج من ساعه ما جه الاهلي حتى جو هو ماسك الخط الشمال، بيدايه تريزيجيه في الحته دي كتير قوي. يعني انت لو بتتفرج على الاهلي الماتش اللي فاتت هما الاثنين مضايقين بعض ناحيه الشمال. ايوه الشمال. يعني يستر ربي لما جابوا ناحيه اليمين في ماتش الزمالك خطر وبيزيد جوه 18، وفي ماتش افريقيا امبارح قدام شبكه الكبائر برضه. بس انا هاخد من لو اتفرجت عامل خطوره في الحته دي قوي. هاخد من كلامك ونزيد في الحته ان بن شرقي برضه لو مش ماتيريال لعيب كويس، لعيب كبير، حصل كان الموضوع في الاول احنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا. هل تريزيجيه وبن شرقي مين هيلعب شمال؟ مين هيلعب في الحته الشمال؟ كابتن عماد النحاس يعني يشكر على الفتره اللي هو قضاها، بس كان في مشكله برضه في الحته دي. لا ده انا بطلع تريزيجيه وبنزل بن شرقي، طب ليه ما استفدش بالاثنين في الملعب؟ هي دي بقى الاتنين اللي الراجل لعيبة الجديد ده عملها، بس هو عارف وحاطط يوصل لك للجول. الاثنين في الملعب وبتستفاد بالاثنين. بس عامة تحس ان نفسية اللعيبة بتفرق. يعني نفسية اللعيبة دلوقتي احسن بكتير قوي من الفترة بتاعت ريبيرو وبعد كده عماد النحاس. عماد النحاس برضه تحس ان احنا كنا مخنوقين، فترة الاهلي كله مخنوق فيها، اللعيبة في الملعب مخنوقة، اللعب نفسه كانت مخنوق. النفسيات لسه شايله، انما انت مش سواء بقى احنا ولا بتاع اللي احنا على اليوتيوب هو لسه بيتكلم عادي، كان كله شايل من بعضه. عم عمرو كان باين حصل فعلا. ده تحس حقيقي. زيزو مش طايق تريزيجيه، وحتى وياسر مع مشكله مروان عماله تقلل مع بعضيها. كانت الدنيا مش سالكه. طب انتوا انا عايز اسالكم سؤال كده، خد رايكم فيه. انتوا شايفين ظبطتها ازاي ان هو يعرف يظبط كل اللعيبه دي تلعب مع بعض في الملعب مره واحده؟ هي الظبطه اللي لما أنا شايف إن امام الراجل- يرجع، لما امام يرجع كمان ويلعب اساسي، هيبقى عندك بقى زيزو هيبقى عندي وتريزيجيه زيزو وبن شرقي. وتريزيجيه. هل ممكن مثلا يدخل بن شرقي مهاجم او يلعب 10 تحت المهاجم بن اللي هو شرقي- مهاجم وهمي، او ولا ياخد بن شرقي لعبها كتير في الوداد ولعبها اللي مع هو الزمالك الدوري. ان هو يلعب شاب سترايكر، يلعب 9 ونص 9 ونص اللي تحت بيزيد، والراجل فينيشر كويس ما شاء الله عليه، شفناه في ماتش الزمالك، لعيب كبير. خاصة ان انا عندي هي ميزه برضه ان كلهم بيلعبوا. يعني زيزو بيلعب، لعب مع الزمالك في كل المراكز تقريبا، لعب الوينج ده ولعب مع المنتخب، حتى كان بيلعب في نص الملعب الفتره اللي كان بيلعب فيها صلاح، وحتى مع المنتخب كتير بيلعب برضه نص الملعب، بيلعب 8 وبيلعب 6. بس انا بشوف زيزو في حراره على الخط واحسن عشان حاجه ما نكتبش على بعض. انا بحس زيزو في الحته بتاعت الخط هو حافظها. يعني بحس هو في نص الملعب هو فعال وبيخش كل حاجه، بس مش زي ناحيه اليمين. وخلي يعني بالك انت حتى لو معلش يا عم صبحي في حته ماتش الزمالك ناحيه اليمين، لا هو خطر، هو خطر والاوفر بتاعه نضيف قوي. وهو زيزو طول عمره كده. يعني بيكمل الحته بتاعت هاني وهاني مش موجود في قدام، لا هو بيعرف يكملها كويس. احنا برضه اتكلمنا هجوميا، عايزين برضه نتكلم ايه؟ دفاعيا بنتكلم دفاعيا، بس احنا قبل ما نروح بس لحته الدفاع وسده النفس ناخد من كلام الراجل صبحي كسبان 4 لازم تتكلم حته تريزيجيه. يعني انا بص، انا اول ما نهاجم تريزيجيه، حصل. انا واحد بس انا شايف ان تريزيجيه اللي حاطط على نفسه ضغط كبير قوي زياده عن اللزوم. انا مش عايزين نقعد نزيد في كلام الناس بتقوله، بس احنا عادي، احنا بنتكلم عادي. انا بحس ان تريزيجيه كان ضاغط نفسه زياده عن اللزوم. حصل.
يعني تريزيجيه يا عم صبحي لو نازل عادي انا فريش، انا جاي العب عادي، مش كابتن الفرقه وجاي اضيف لا بس هو من غير اللي صدره للجمهور في الاول، ما كانش الانتقادات دي كلها بقت عليه. بحس انه حط نفسه في الحته اللي انا كابتن وبتاع، ومن ساعه بين الانتر ميامي وراح زود الضغط كنت اكتر لسه بقول لك ومشكله. كانت نقطه التحول تقريبا اول ماتش دي بتاع انتر ميامي، هو ده اللي قلب الدنيا. او حتى هو كان في الفتره التحضيريه اللي قبل الموسم كان مفير قوي طبعا، وكان الماتشات الوديه كلها تقريبا سجل فيها وجايب اجوان كتير. حصل. في- خلي بالك ارقامه قويه قوي يا جو. هي ارقام يعني، هي مش ارقام، انا عارف ان احنا الحاجه الوحيده اللي بنتفق عليها ان الكوره مش ارقام. بس لو بالارقام تريزيجيه، لو انت بتحسب لي هو فعال قد ايه، احسب لي برضه هو ضايع قد ايه، احسب لي هو راح على الجول لوحده بانانيه كام مره. اخرهم ماتش امبارح في كورتين اتلعبوا اول ما استلمت ولعبت وان تاتش على طول لمحمد شريف. هنختلف ونتفق على محمد شريف كويس وحش، مش قضيتي، بس انا اطلع المهاجم بتاعي هو اللي يحط، لكن انا لا، بكسر وبلم وبقطم مره واثنين وثلاثه. بحس ان هو عايز يبقى فعال. هو عايز هو حتى فعال وكويس بس وكل حاجة. هو بيحرد جامد زياده عن اللزوم. هو عايز يحط نفسه في الكادر، أيوة. هو لازم ياخد الكادر، هو حابب ان هو يطلع في الكادر. بس المشكله عنده اللي هو ما بي يعني انت لازم تلعب مع اصحابك شويه، بس. يعني ال 11 لعيب لازم نلعب مع انت ما بتلعبش لوحدك. بس وقراراته انا برضه بطيئة. عشان عمرو هقول لك ان الدنيا بدات تتغير عن اول موتوشه خالص. تمام. عندك مدير فني، يعني حتى في النفسيات برضه نرجع في الحته دي، خلي بالك كارثه. ما هي دي تحسب برضه والله للمدير. كارثة. انا شايف ان هي تحسب للمدير الفني. وهقول لك بقى على جندي مجهول بامانه، وليد صلاح الدين. حصل والله العظيم ثلاثه يا جو، بيفرق طبعا. الدنيا اختلفت. وجود سيد عبد الحفيظ لسه ما فيش بصمه ولا هنقعد نطبل ولا نعرفه، بس وجود صلاح الدين حتى في كلامه بعد ماتش السوبر وهو قاعد مع اللعيبه في الاستوديو وبيهزر وبيضحك، لا الدنيا مختلفه. هو عرف يفكهم، الدنيا مختلفه، وعرف يحببهم في بعض، وعرف ان هو يلم الدنيا ويقفل على الفرقه كعادة خلي الاهلي. بالك برضو يا صبحي وجو، كل الناس عارفه ان اللعيبه دي كانت في فرقهم قبل ما تيجي الاهلي. نجوم. هو النجم الاوحد، امام نجم اوحد، زيزو نجم اوحد، عندك بن شرقي نجم برضو جاي نجم. انت مش جايب بن شرقي برضو وانت جاي كان هليله وهو جاي. انت جايب بن شرقي نجم، حصل. يعني الوداد نجم، الهلال نجم، الزمالك نجم، كمان جاي من الزمالك فهو كان جاي عليه هليله. فهي القصه دي اللي بدات تدوب شويه. ناخد بقى من كلام عم عمرو ونرجع بقى للكوارث وسدة النفس. سدة النفس اللي ورا. يعني انا عايز اخد برضو رايك في حته اللي هو احنا بقينا مزنوقين بمروان وديانج عشان الكوارث اللي بتحصل ورا. هو انا شايف برضو يعني عوده امام عاشور دي مش هتفرق قوي كمان هجوميا، لا هي برضو بتفرق دفاعيا. او يعني هو بيشيل برضو جامد، بيغطي برضو مكان، يعني بيشيل جزء جامد دفاعيا غير الواجبات الهجوميه اللي بيعملها، بيغطي برضو جزء جامد في الدفاع. والاجنحه برضه هيبقى عليها عامل ان هي برضه تساند مع يعني بدل الباكات لما بيتقدموا ان هو برضه يغطي وراهم. عندناش باكات يا عم جو. هي بقى الفكره في كده، هي بتبقى منظومه دفاع كامله مش كافراد. يعني رغم ان هاني الموسم ده وعدائي معاه، بس الموسم ده ماشي كويس، غير ماشي كويس، غير بصراحه غير. احسن المواسم اللي يعني كنت دايما بقول محمد هاني مع حسام حسن والله العظيم فرق معاه. يعني اصل هي نقطه التحول في حياته، انت لو بصيت على شريط حياته هو حسام حسن نقطه تحوله. يعني هاني بقى شويه برجوله وبيلعب وبحمقى، وحتى في طريقه كلامه بحس اللي هو ايه، بقى لعيب كبير شويه. انا شايف شويه. انا شايف ان الموضوع فرق بعد ما زيزو جه، مش مالهاش علاقه بحسام حسن. يعني انا يعني حسام حسن، ابراهيم حسن كويس، بس شوف المقاطعه حتى في منتوشته في المنتخب مختلف. لا يعني بعيد عن زيزو، حتى لو زيزو مش في الملعب. هنرجع لماتشات المنتخب، لان انا برضو محمد هاني في ماتشين المنتخب اللي فاتوا دول كان علامه استفهام. رجع محمد هاني بتاع زمان. برضه يا عم عمرو بنتكلم برضه مفيش حته باك شمال. احنا مفيش باك شمال. جايب محمد شكري. محمد شكري مصاب. محمد شكري بيرجع من الاصابه بيخش في الاصابه، بيرجع من الاصابه بيخش في الاصابه. هو الاهلي عنده تقريبا 4 باك شمال، يعني العش، كوكا. العش مش باك شمال. كلهم نفس، يعني كلهم الوحيد اللي مكتوب في بطاقته باك شمال محمد شكري. وده يبقى مصاب. كلهم نفس الشكل بالظبط، يعني مش شايف حد مختلف عن التاني. مفيش حد بيعمل اوفر. ولا اوفر ولا زيادة، صح؟ انا برضو كوكا امبارح زاد في كوره، معلش انا اسف. لا اسف يا عم. كوكا امبارح قول لي انت ما عم تشوفين. قول لي يا عم صبحي. بص امبارح زاد في كوره اللي طاهر لعبها له، عمل اوفرلاب صح، كل حاجه تمام. في الاخر بقى انت ليه ما لعبتهاش بالعرض؟ راح يحطها في هي امكانيات يا عم صبحي. هي امكانيات يا عم عمرو. ما في، لا هو امكانياته مش هنا. مش ناحيه الشمال، مش هنا في الاهلي. مش هنا في الاهلي. بتكلم بجد والله. في بروكسي. اصل هي مش ميز.
يعني هو كوكا مش باك شمال، كوكا مش نص ملعب، وكوكا ما بيقنعناش عشان ما نقعدش بقى نجيبها يمين وشمال، هو وحش. يعني انت لعيب برضه فرد بنك اهلي. اتكلم على الحته مثلا بتاعت السرد باكات في ياسين وياسر، انا ياسين ده الصراحه معجب بيه قوي، شاب قيمهم كده يا عم صبحي، ياسين لو يخلص من الفزلكه بس يبقى كويس بس هو يعني. قيمهم كده يا عم شايف. شايفه وعنده بس حتى اشرف داري يعني اللي هو المفروض لا سيبك بقى من اشرف داري، انا بتكلم على احنا الموضوع بنتكلم على اللي بيلعب. سيبك من اشرف داري، انا بتكلم على اللي بيبقى. اصل اقول لك على حاجه يا عم شوف، انت هتقول لي اشرف داري مش موجود، مش على الخريطه، هتقول لي بيكهام ما تعرفش برضه زي شكري انت جبته ليه؟ ايوه فاهم قصدي؟ انت بتتكلم بقى على الواقع، مفيش غيرهم. ايه المغزى من رجوع بيكهام اصلا الاهلي؟ انا بس حتى بفكر اللي هو حصل والله. مفيش حد على الساحه ممكن الاهلي يجيبه في يعني في الدوري المصري. بس كان في ناس كتير احسن من بيكهام، يعني فكره ان انا اعرض بيكهام تاني ان هو يرجع لي وبرضه بدفع فيه هو عشان فلوس. بيعرف يطلع، ما أنا بقول لك على حاجة. يعني لحد ما بيعرف يطلع. اقول لك على حاجه يا عم صبحي، حصريات بقى، حصريات. ده انا سامع، مش سامع بقى، مش عامل فيها مذيع وبتاع عم اسف. من مصادر انا شايف هو المصادر عشان البوستات اللي احنا نجيب الجزار اللي هو اصلا كان في الاهلي ومشيناه وفشل. محمود الجزار. طب ايه بقى القصه، ايه الدايره اللي احنا بقينا مش عامل مخنوقين فيها؟ هما الاثنين الجزارين بيلعبوا جنب بعض، دوس فشل أيوة. يعني. بس يمكن وعهد الله عمرو الاقرع افيد. عشان ما بيتفزلكش. والله ما بهزر، والله افيد. نو فين ما انا عشان برضه ايه اميزهم له، ايوه والله افيد منه ما بيتفزلكش. يا عم، على الاقل فاهم بيخبط ويرزع. طب انت جبته ليه؟ انت مشيته ليه؟ انا جبت شكري ليه ومشيته ليه؟ انا جبت ايام مشرف ليه ومشيته ليه؟ والمدافع الوحيد اللي كويس وعليه القيمه في مصر انا ما فكرتش ارجعه غير بعد ما عمل بطوله عربيه جامده وافريقيا جامده. ارجع بقى كده بالزمن كام شهر. كابتن محمد عبد المنعم. محمد اسماعيل. ايوه محمد اسماعيل. طب ما احنا قاعدين بنتفرج، ما انت قاعد بتتفرج زيك بتتفرج على الماتش، انت بتقول لي لا ياسين ده عنده كوره، ياسين لا بيخبط. طب انا احتياجاتي مين؟ اروح اجيب القش. لا لا اللي بيلعب في احنا مش عايزين، خلي بالك الاهلي كسبان والاهلي 100 وكل حاجه، بس هي دي الحته المخنوقه في الاهلي، هي دي الحته اللي ناقصه. يعني الراجل زي ما اتكلمنا في الاول طور الحته اللي قدام في منافسه، ناس لنا فرود ناس لنا فرود، خلي بالك احنا بس هي الكوارث ورا. انت اي كوره عليك ورا خطر، بتحط ايدك على قلبك خصوصا في وجود العملاق الاخطبوط. جيت لنا بقى في النقطة. كابتن محمد. نقلتنا. كابتن محمد، لا كابتن محمد عايز ايه؟ انا مش عارف، هنوصل لايه طيب؟ ما انا مش عارف يعني- يعني خط وخط وسطر وسطر وماتش وماتش لا وغير كده احنا منتخب داخل على افريقيا، انت عايز ايه توصل بمستوى ده لفين؟ انا شايف مصطفى كوارث بكوارث. العب مصطفى. ما ينفعش اكيد يعني تبدا افريقيا على طول كده تروح نلعب شوبير البطوله كلها. شوبير لعب البطوله اللي فاتت يا جو، وما دخلش احسن حارس في البطوله. خلي بالك مصطفى شوبير لعب مكان الشناوي بطوله 24 أيوة. كلها. ماشي. البطوله كلها ما شاء الله. الشناوي حتى ما كملش انا بتكلم مجموعات. برضه المنتخب، يعني المنتخب حاجه والاهلي حاجه، المنتخب حاجه يعني. انا شايف لا انت شايف في منتخب مصر؟ شايف منتخب مصر. لا احنا قصه المنتخب لا، ده نرجع لها بقى لما آه. نتكلم على ماتشين المنتخب، لان دول ماشي، قصتهم قصه كبيره انا قصدي جدا. انت لو بتقول كاس افريقيا المنتخب شوبير يلعب في بس لا واحدة هتبقى لا لا طب وليه ما لا نلعبش؟ احنا الدوري بتاعنا كويس هو ليه احنا يعني. حاطين دايما، والله العظيم ما بهزر يعني، سيبك من الناس اللي بتتكلم زينا على اليوتيوب ولا على الناس البسيطه، الناس العاديه اللي بتتكلم في الكوره. هو ليه يا اسطى في البرامج وفي الشو كله كارثه لو مصطفى شوبير وقف؟ اقول لك يا اسطى عشان يعني مصدر لنا لو شوبير وقف ده اعجاز كروي، ده اكتشاف. من كلام ان الشناوي خبره ومش عارف ايه والكلام ده، بس هي فعلا بتفرق ان هو بيبقى انت عندك ثقه شويه. عملت الموضوع ده قبل كده، لعبت بطوله زي دي قبل كده كتير مع المنتخب يعني ماشي، أنا معاك. انت مدعوم من جماهير الاهلي ماشي. حاجه. أيوة، ومن انت لو منتخب غلطت مصر لو حاجة. غلطت في المنتخب والله العظيم يا جو ماشي. بيدعم في الفرقه اكتر من المنتخب اليومين دول. انا قصدي كده، انا قصدي ان فعلا شوبير مدعوم في الاهلي من جمهور الاهلي، محبوب من جمهور الاهلي، بس انت لو وقفت في المنتخب وغلطت غلطه انت اعتبرك مش هيتسمى عليك، هو اللي لاعبه. طب انت راجل هي- زملكاوي، خلاص بقى عرفنا بقى انت ليه زملكاوي. ماشي. ولو عايز تعرف عمرو يعمل سبسكرايب للقناه الحته العقليه ايوه لسه من تحت تحت. اعمل لنا اي حاجه على ناس غلابه. انت دلوقتي كنا بنتكلم فيه عشان انا ايه رحت للريتش رجعني نرجع في المنتخب. انت دلوقتي كشناوي اهو بتقيمه في مشواره مع المنتخب. اتكلم ماتش اوروجواي، اتكلم. انت هتقيم اللعيبه كلها الجيل ده كله مع المنتخب؟ مفيش لا قيموا لي بقى مستواه دلوقتي. ماشي فرق. اهو انت راجل بره القصه كلها. انا فاهم، انا بكلمك ايوه كواحد بره الاهلي وبره الموضوع. لا هو الشناوي مع المنتخب مش كارثه اللي هو زيه زي الجيل كله، زيه زي الجيل كله. هو مش كارثه اللي هو يقع. مش كارثة انت ما خالص. تقعدش تصدر لي وانت تتكلم ومحلل واكترهم وفاهم. سيبك من الناس اللي بتتكلم زينا، في ناس بتطلع زينا عم ابراهيم والناس دي، الشباب اللي بتتكلم بيتكلموا عادي بامانه، بس الكباتن الكبيره ولا في اي شو
ان الشناوي يقعد، دي كارثه. انت ملحد، انت ده ده انت مجنون يا ابني. مصطفى مين اللي يقف؟ مصطفى لسه عيل صغير. مين الصغير ده احلى صغير فين اصلا؟ مصطفى عنده كام سنه؟ انا شايف في حته المنتخب، في حته كاس افريقيا دي بالذات 24. بتكلم بجد والله. انا ما عنديش مشكله في فكره مصطفى، ولا مصطفى كويس يعني، عنده اللي هيقدمه. هو قدم، بس ايه انا المشكله؟ انا مشكلتي هو كلها. انت برضه على الصبح بتعيد نفس الكلام اللي بيستفزني. لا هو هيقدم امتى وانا ما بلعبش؟ طب ما انا لما بلعب بس كده. بأدي. هي دي بقى. لعبت افريقيا مع الاهلي اديت، نزلتني بتتبعني قدام بلينات ومطلع الشناوي وصديت. هي دي بقى النقطه. انا ليه مكمل مع الشناوي؟ ليه مصر على الشناوي؟ مفيش حاجه. ليش الشناوي ده حتى في ماتش المنتخب، انت ماتش ودي، بطوله وديه. يا عم سخن الشناوي بيه، سخن الشناوي بشوبير. يا عم خلاص انت واقع الفتره دي، انت مش في احسن حالاتك، خلاص يبقى اطلع بقى. لاعب شوبير سخنه بيه. حصل. وهقول لك على حاجه، والكلام ده هيبقى صعب على المدير الفني بتاع النادي الاهلي. طبعا لو بتكلم بجد والله، يعني على يستروب هيبقى صعب ان انا عادي كابتن الفريق في اول فترتي. هو انا مش بعادي، انا لا انت عارف ان الشناوي بيصدر وش الخشب لما بيقعد دكه. ايوه هو احنا لحد حصل دلوقتي ولا هنفضل لا؟ بقى خايفين من الشناوي؟ ما انا بقول لك هي بقى الفكره بقى في ما هو كده. ده هل الراجل بقى الجديد ده قلبه قاعد؟ هي فكره برضه ان مركز حراسه المرمى ده مركز حساس، انت ما ينفعش تعمل فيه مدوره. يعني برضه الزمالك لما عملها فتره لما كان عنده كذا حارس كان الموضوع ريسك كتير قوي. يعني قال لك ثبت واحد عشان حتى يعرف يروح المنتخب باداؤه ثابت. المنتخب ما كانش بيتاخد منه حراس من الزمالك خالص ماشي. الفتره دي. اما كان ساعتها عواد ابو وصبحي جبل ابو جبل وجنش وعواد، الثلاثه كانوا بيلعبوا، كان كل واحد فيهم بيلعب 3-4 ماتشات، وواحد يغلط، اللي بيغلط فيهم كان بيتذبح خالص. فالثلاثه مستواهم باظ. انت لا، هي مركز حراسه المرمى بالذات بيقول لك دايما فاش روتيشن. هي مدرسه، لا هي مدرسه بيقول لك ادي واحد ثقه وقول له انت كده كده اساسي عندي، وافضل ادعم فيه. الثاني هيبقى بيغل وعايز يلعب، والاساسي ضامن مركزه وبرضه عنده ثبات اكتر وتقول اكتر في الاولاني بقى وقع. الاولاني وقع تدعمه وتديله مره واثنين وثلاثه بس. هو ازاي؟ لغايه مرحله معينه اديله مره واثنين، اديله مره واثنين وثلاثه بعد الاخطاء. اصل هي كوره، هي كوره. معلش يا أنا جو، معاك، انا اديت له مره واثنين وثلاثه، بس انت بقى ولا خلاص المره دي مش نافعة. نفع ولا الثانيه نفعت. عصام الحضري على فكره نادر السيد لما جه فتره ظبط بعد ما سخنوا على الاقل. هي بتحصل عادي، ودي حاجات والله العظيم ثلاثه يا صبحي. بص اللي انت بتدبح فيه ده ممكن شوبير يلعب ماتشين ثلاثه الشناوي يرجع زي الاول. هي مش قاعده، بس لاعب اللي يلعب. حارس في العالم كورتوا لما اتصاب وتركن، يعني الحارس الاحتياطي بتاعه نزل وسد، بالعكس ده جاب لريال مدريد دوري ابطال اوروبا لوحده، يعني ده حارس الاحتياطي. بص يا جو، فهي بتفرق دايما في الفرق الكبيره لازم يبقى عندك حارس، لازم عندك حارس واثنين تقال. ايوه ماشي، بس أنا ليه وجهة هو نظر. مصاب. اللعيب المصري عامه كتفكير كدماغ كمايند سيت، هو دماغه طول ما انا ضامن مكاني انا هفضل مكمل. انا مش فارق معايا حاجه، انا ضامن. الشناوي ضامن. مركز حراسه المرمى موضوع الشن- ريسك، لا. انا شايف موضوع ريسك. الشناوي ضامن، مش تعمل على- الكلام ده للمهاجم بس للمدافع، لكن بس الشناوي حراسة مش المرمى- ضامن المكان على اساس قدراته. يا- هو بيغلط بره بقى. هو بيغلط هي بقى الحتة اللي بس, بره. بس هو حاسس بالانا الايجو عنده عالي. انا خلاص انا أنا كابتن كابتن الفرقه، كابتن الفرقه، انا كابتن يعني مش المنتخب. مجرد حارس مرمى بس. انت أنا تالت كابتن. والحارس. كابتن وشخصيته مختلفه عن صبحي. سيبك بقى احنا ما نعرفه، بس اللي بيتصدر عامه لينا كجمهور ده هو شخصيته صعبه. يعني هو لما بيقعد ما بيتقبلش، ايوه ولما قعد قبل كده قال لك لا انا مش هقعد دكه ما ينفعش وفي تلاقيه ماتش قال لك لا ده مصاب مفيش ومش حاجة هيقعد على الدكه وبتاع. مفيش حاجه اسمها كده. انا بالنسبه لي ما ينفعش يبقى كابتن الاهلي هو مصدر المشاكل ومصدر المشاكل للفرقه. ما ينفعش انت تبقى كابتن تقعد على الدكه ماتش واثنين وثلاثه. يا راجل ده بترجع على الدكه. حصل. يعني انت اصلا واحنا جايين خلي بالك من حته برضو عشان الناس ما تفتكرش ان هي تقطيع ولا بتاع. احنا جايين من مكسب وجايين من فوقها. يعني انا كنت بتكلم ان ماتش الزمالك في السوبر هو كان الفوقه، الفوقه بتاعتنا. بس انت امبارح في عز الفرح والانبساط والملك امام رجع وزيزو وبن شرقي والقصه وقاعد متكيف ويدخل فيه جون زي ده وعايز شايلها لياسر. ترفع ايدك ليه اصلا؟ لا وغير كده انت عايز تشيلها لياسر. يعني انت بكل الطرق انت عايز تشيلها لياسر. يعني ياسر ما لمسهاش، اتفرج عليها تاني. أيوة، ياسر ما لمسهاش. هي خبطه في رجله داخله جوه. في حركه برضه بايخه. انا نفسي افهم. انا استبوختها. هو يعني والله لو بلعب معاك لا هتضايق منك. احنا في مركز حراسه المرمى ما حدش فينا عنده خبره. بس انا اللي اعرفه ان الكوره ملعوبه بالعرض. انا ليه باخد برجلي؟ مش بقى خبره مش خبره. لا بس انا خبره ليه ايه؟ احنا قاعدين بنتفرج يا عم. انا ليه خارج برجلي اصلا؟ يا عم انا مالي، انا مش هشرحك، انا مش المدرب بتاعك، انا راجل بتفرج على كوره. كوره زي دي انت تطلع تمسكها. خلصت. ليه خارج برجلك اصلا؟ غلطت ما تشيلهاش للتاني. انت غريب قوي. انت هتقول لي بقى خبره من الاهلي، مش مالهاش دعوه بخبره. احنا ما لعبتش فيرود.
بس لما جريتشار داخل في انفراد بيضيعه، لا يا باشا دي بتتحط كده. انا بتفرج، تعمل تتفرج من صغرك على كوره. ما تقعدنيش انت بقى مودرن سبورت، ما تقعدش تقول لي كلام كبير على، لا اتكلم عادي. وانا شايف برضو احنا لو فعلا هنروح المنتخب حارس تختار بينهم، لا انا شايف الشناوي وتديله فعلا يعني. ما هي بقى الفكره بيلعب. انهي شناوي؟ لا ما احنا دلوقتي عندنا 2 شناوي. انا مش عايز ادينا بقى في أيا كان. حصريات واحمد الشناوي ومشاكله. احمد ما هو احمد مش هيشمها، هو مش صعب قوي صعب. احمد مش هيشمها مع حسام حسن، مش هيشمها. يعني هي انا مقتنع ان البطولات المجمعه اللي زي دي بتخلق كده ايه بظروفها، بتخلق تلاقي واحد طلع من مش عامل حسابك عليه ويبقى بطل زي أبو جبل في زي الدقيقة ابو 20. جبل في البطوله بتاعت حسام الحضري يعني الكاميرون. جابوه، فهي انت كان الجول التاني. البطولات المجمعه دي بظروفها وكل حاجه انت هتلاقي مع بس انت لو هتدي واحد الثقه من اول ماتش وهتدعمه وبتاع، يبقى محمد الشناوي اكيد 100%، والرقم 2 بتاعه يبقى مصطفى. طب الشناوي دلوقتي مصاب، انا بقول لك رقم 2 يبقى مصطفى، بس انت اللي هو يعني اللي هيروح وهيبدا بيه لو مش مصاب ومكمل وجاهز محمد الشناوي. عايز اقول لك على حاجه في حته المنتخب دي، بما اننا رحنا لحاله المنتخب، شايف حسام حسن في القصه اللي دايره معاه دي ازاي؟ يعني انت شايفه مظلوم ولا مش مظلوم، ولا جايين عليه ولا هو اللي جاي عليهم، ولا انا هقول لك رايي بس اسمع منك. احنا نبدا بعض. الصراحه انا كنت شايف ان حسام حسن حاجه كويسه يعني في الاول، هو كان مدرب قوي في الاول، من اول ما طلع من مصري وبعد كده مش عارف ايه، كان مدرب كويس وكان بيجيب شويه عيال من لا شيء يطلعهم ما شاء الله. ومنتخب مصر عامل غير كده بقى. ما هو بقى منتخب ما انا معيش الشامي ومعيش بيكا ومعيش، ما اعرفش بقى من بعد الموضوع ده حسام حسن ما اعرفش هبط مره واحده، مش عارف بقى على النجوم، مش عارف يلعب مع النجوم. انا شايف اللي هو انا شايف الحته بتاعت المشاكل بتاعت النجوم دي برضو بعد ما كانت متصدره قوي، هو خد نفسه في سكه تانية خالص بقى، بيصدر لنا احنا بقى. ايوه انا مش فاهم. الخناقه ما بقتش مع صلاح ولا مع زيزو هيلعب فين ولا الشناوي، دي بقت خناقه بيننا وبينهم. خلي بالك هو حسام حسن مره يتكلم على الجمهور والناس اللي بتشكك فيه، ما اعرفش مين اللي شكك فيه. تاني مره يطلع ويلمح ان اتحاد الكوره مكتفه. لا هو اتحاد الكوره. تالت مره يطلع يصدر للعيب زي مصطفى محمد اللي هو المهاجم الوحيد اليتيم اللي عندنا في المنتخب، اطلع اقول ده 2 محترفين وربع. طب انت شايف بقى الربع ده ازاي؟ بس عندي وجهه نظر مختلفه في الربع دي بامانه الله، بس اسمع من جو. يعني هتقيم مصطفى محمد قصدك ولا لا انا هقيم الكلمتين اللي هو قالهم. لا هو كلمتين اكيد يعني، حتى لو انت عندك واحد يعني ما ينفعش تطلع عليه كده برضه، ده الف ب ان انت مش هضمه. انا لسه بتكلم ان انت بتدعم اللعيب ممكن بقى تاخد وجهه نظري؟ ما هو والله ما هزار، حسام حسن من كتر ما هاجم الاعلام، من كتر بقى انت قاعد مستنيه يقول حاجه غلط، هي الكلمه غلط، اسمعني لغايه الاخر. انا عارف اللي انت هتقول لي لا استنى، انا عارف ان الكلمه غلط 100%، بس هم قاعدين هيقطعوا لك الحته دي بس. بس هو قال لك معايا 2 محترفين ورب، وتدرج الكلام بعد كده قال لك يعني عشان مصطفى بيلعب شويه وشويه. طب والله حسام حسن لو محبوب من الاعلام ما حد هيتكلم عليه. لا بس هي وحشه. هي وحشه بس انت اللي حطيت نفسك جو. لا بس انت في الحته دي حط نفسك مكان مصطفى، حط نفسك كده يا ياسر بقى انت مكان مصطفى. احنا عارفين ان في مشاكل، بتكلم بجد والله، واللعيب عنده حساسيه، فانت طالع انت يعني بتتكلم على انا عايز برضه ياسر يشارك معانا. يعني انت حط نفسك مكان مصطفى محمد، انا مدير فني في مؤتمر ورايحين افريقيا، حط في بالك اللي هو مش ماتش مش متجمعين وخلاص زي المعسكرات، لا ده احنا كمان خلص فتره ورايحين بطوله وانت المهاجم بتاعي، وانا طالع بقول ده 2 محترفين ورب. انت رد فعلك يا باين؟ انا ببقى شايف ان هو بيعاديني يعني صريح كده. خلاص 100%. بتهاجمني انت عايزني انا يبقى انا بنضم غصب عنك بناء على تعليمات في مشكله بينك وبينه بس فاهم مصطفى؟ يعني انت دلوقتي مصطفى محمد، انت هتيفا دلوقتي في مشكله اصلا بينك وبين حسام حسن قبل كده، ساعه ما قلت ادبك وقعدك دكه وابتديت تشارك وبتاع، انت مبيت له. هي المشكله برضه اللي جت مع مصطفى محمد بالظبط. ما انا بقول لك انت مثلا معروف ان في مشكله بين مثلا حسام حسن ومحمد صلاح، وانت هتطلع تاخد بالك من التصريح اللي انت بتقوله عن محمد صلاح، عشان انت معروف ان الجمهور في بينك وبينه تاتش، فانت كده بتولعها اكتر، فلا تاخد بالك يعني. هو غير موفق كده تصريح غير موفق، حتى لو كان نيته كويسه بس لا بس هو كده حسام وابراهيم معروفين ما يتكلموش. غشامه بس انا بحب حسام حسن، انا كده عايزه يكمل مش عايزه يكمل. ولا انا حسام حسن في كاس العالم، حسام حسن من اللي باين مش في كاس العالم. حسام حسن مش انا بحبه والله بس ما تتكلمش، مش هيكمل افريقيا. ما تتكلمش. بعد ماتش اوزبكستان ده كان نرجع بقى لماتشين المنتخب بما اننا رحنا للمنتخب. نروح يا عم نروح مره في اي تكتيك اصلا؟ احنا بنلعب بخطه بطريقه بشكل باسلوب باي حاجه. ده اللي بقول لك اللي انا استغربت. مفيش بقى حاجه ما انت تروح بقى المنتخب عم صبحي، ها ما نقعدش نهلك زي الناس.
انا اسف يعني خلاص عشان المنتخب مفيش كوره، ما تتكلمنيش على كوره، اتكلمني مع حوالين الكوره. المنتخب ما فيهوش كوره، بس المنتخب ما تعرفش مين هيلعب بكره، المنتخب فيه حوارات. بس احنا بنحب بقى الحوارات. ليه بقى؟ ليه كل بتكلم بجد، هو اللي حط نفسه يا ليه صبحي. كل قبل بطوله كبيره احنا نحط نفسنا الحطه دي؟ عشان هو اللي حط عشان ما نفسه. فيش مدير فني اجنبي. لا يا باشا، لما كان عندي كروش انا ما طلعتش اتكلمت، انا دخلت 22 ما حدش واثق اصلا ان المنتخب ده يقدر يكمل. المنتخب ده وصل فاينل خلاص، كله ساكت، كله شاد البلاستر، لا اتحاد كوره بيتكلم ولا اعلام هو العادي هيهاجم. كله. ما هو المشكله مشكلتنا برضو، المشكله برضو يا صبحي اللي هو كان بيطلع ويقطع. يعني حسام حسن اصلا أيوة. قبل ما يمسك منتخب مصر مسك فيتوريا ده ذبحه. انت فاهم قصدي؟ أيوة. يعني انت اصلا عارف ان الدنيا هي ماشيه كده، وبالذات انت مصري فليك محبين وليك وطالع بقى تقول مرتب ومش مرتب. احنا مالنا يا عم؟ الله يعينه بياخد مليون جنيه في الشهر. مالنا يا عم بجد والله. اتكلمش قصه وحيده. اصل انت هنقعد بقى انت تعمل فيها بتفهم ونعمل فيها احمد عز وتامر بيومي قاعد ومش عارف مين قاعد ومين قاعد، وهنتكلم في تكتيك وفي كوره. هي مفيش كوره، مفيش كوره. هو مفيش كوره. المنتخب ما فيهوش كوره. كان فضيحه ماتش ايه اوزبكستان ازاي؟ انا مش عارف انت شفت يا عم اللقطه الوحيده اللي انت تاخدها من القصص دي كلها ترقيص محمد علي وشوبير بس. انا ما طلعتش هو- بحاجه هو- من القصه غير شوبير والتصريحين هو بتوعه. الفريق ده هو يعني بنفس الاسماء دي بالظبط هم اللي هيلعبوا كاس افريقيا. بس حلو بقى. انت بتقول لي دلوقتي عندي 8 غايبين ولا 9 غايبين من قائمتي. يعني عبد المنعم مصاب وكاكا عارفين ان هو مصاب ومش هيبقى معاك في افريقيا. انت عمال اصلا تقول في لعيبه مش موجوده معاه وهي ما بتشاركش اصلا وانت ما بتلعبهاش مش هيشارك في افريقيا، فانت خلاص انت ما فيش فايده حتى من الكلام. يعني انت ماشي ومين؟ هل انا هلعب افريقيا بالكابتن رامي ربيعه؟ ماشي هيرجع. ومين جنب رامي؟ ده ما فيش غير رامي بيلعب. يعني في قصه الدفاع دي بصراحه انا عندي وجهه نظر. انا عارف ان انتوا مش يعني انا شايف مين احسن دفاع في الدوري دلوقتي؟ الزمالك. احسن خط دفاع في الدوري الزمالك. خد زي ما هم حسام نقدر عبد المجيد نبلعه. ومحمد اسماعيل نص الكلام عادي. مقبوله جدا لان انا عندي حسام عبد المجيد لا هي مش مقبولة لعيب بس كورة. هنبلعها عشان ما لا نتخانقش. بس مفيش فعلا خط دفاع. بس هو عامه الاثنين ككواليتي عشان لوحدهم تلعب فردياً، باثنين جنب مين بقى؟ فاهمين بقى. حسام ومحمد اسماعيل. خدهم والعب بيهم زي ما هم في المنتخب. انت واخد محمد اسماعيل ماشي وانت تجربهم ما لعبوش الماتشات اللي قدام. طب يعني انت كده طب ليه اصلا؟ مش هو مش هيلعب حد غير رامي ربيعه. رامي ربيعه كده هيلعب ماشي. رامي ربيعه هيجي. رامي ربيعه اللي هيلعب عايز- ده بيلعب لوحده. وحش. يا حبيبي ماشي. ما احنا بص افهمك على حاجه. حسام حسن بيحبه وبيكره. ليه عياله. ايوه بيحب. بيحبه جدا. كل المدربين كده خلي بالك. لا بس هو هاني لو مين جه على هاني هيلعب. مش هيبيع هاني ولا هيبيع رامي. ولا هيبيع رامي. طب انا بقى دلوقتي انت فاهم هو في كام مش هيبيع مروان عطيه لو هي حصل. حصل. يعني هيجي على اي حد على مروان عطيه يلعب على اي حد فيهم. هو من ايام ما كان بيطلع في الام بي سي هو بيعشق الثلاثه نص دول. الملعب اكيد امام عاشور هيفرق جدا لما يرجع ماشي. عارفين الكلام هل هيلعبوا بقى؟ هيلعب اكيد. ولا بعد اخر مشكله برضو؟ لا، لا مفيش. احنا شفنا راجل مفيش عمال مشكلة بيخبط مع- في الناس كلها. مفيش مشكله مع انا امام. حاسس ان مفيش بقى مشكله مش مع حاجة. حاجه خلي بالك. المفروض ما يبقاش فيه مشكله مع اي لعيب يا عامه. عم ما هي دي الشغلانه. ما هي دي الشغلانه. احنا هنكمل الفيديو منين يا عم صبحي؟ يعني لما نيجي نتكلم عن المنتخب هنتكلم عن المنتخب في ايه طيب؟ ما هم تصريحين واتس في الايميل. بس. انت هتودينا فين؟ عايز توقف عيشنا؟ عايز- ما هي الدنيا ماشيه كده والله. عايزين نمشي مع بعض. بتكلم بجد. يعني انت ارجع كده برضه في الاهلي ساعه ريبيرو هي نفس القصه. ساعه ريبيرو برضه عمالين نحكي في حاجات غريبه. ما انا قاعد بتفرج على ماتش ما فيش كوره. لا هو كان هطلع بقى مفيش واحد اقتله، مفيش واحد انتقده، هسلخ واحد. ما خلاص بقى كل واحد بيشيل شيلته. كل ماتش الاهلي ساعتها بيشيل شيلته. هو المنتخب هكذا. وانت عامل بطل وبتدافع. انت فاهم؟ يعني انت شتمت حد كده في المنتخب؟ انت كده حد في المنتخب؟ قول لي على حد واحد في المنتخب. يعني اسم واحد يعني ما حسام حسن. ماشي. هو والله ما هو بهزر. طلع في البرواز فعلا. انت فاهم يا ياسر؟ هو طلعنا بره الملعب. انت حتى بيبقى تتفرج على الماتش مش عارف. طب اطلع اتكلم بعد شويه نتكلم على الماتش مفيش كوره. هو راح طلع رزع بقى مشكله، رزع خناقه، رزع تصريح والدنيا كلها بتكرهه. علشان وعلى عكس ده يا صبحي معلش والله مش عاوز ده حاجه. على عكس ده سيبك من الاعلام والكلام اللي عارفينه من ايام مودرن سبورت اللي فيه مشاكل بين ده وده وده. بس انت كارض واقع لا الناس بتحبه. وربنا الناس بلعله العك اللي بيحصل عشان هو حسام حسن. بس هو بيخسر شعبيه دلوقتي بسبب تصريحاته. عم- انت بتبرر الهزيمه بتقطيعك للعيب. مهاجم المنتخب الوحيد. انا ما عنديش مهاجمين في مصر. المهاجم الوحيد اللي عليه القيمه انت طالع تقول لي عليه ربع. طب أيوة. وحش استفدت احنا ايه؟ اتكلمنا بقى ليه وحش. طب ما هو انت ما وقعتني مهاجم وانت داخل على بطوله بس ده بدل ما تدعمه. هو بقى شفت احنا اتكلمنا ومفيش كوره ومفيش. اقول لك وجهه نظر مظلوميه.
هو مضغوط وبيتحارب من اتحاد الكوره اللي المفروض يقف جنبه. وحسام حسن مليون في المية عارف هيروح افريقيا يا جو. هيحصل اي حاجه هو مش هيرجع في الطياره. مش هيكمل. مش هيرجع. ابو ريده فعلا لو المغرب اقرب. مش هيرجع. اسبانيا هيطلع. بقول لك هو مش هيرجع. هيخش يقعد في الشارع جنب حسام الحضري اللي هي الخليج دي قناه الكاس. يقعد زي والله. ما انا بقول لك والله مش هيرجع. هيكملها تحليل هناك يقول لك برضه كمل اكل عيش هناك طالما ما مشيش. بس مليون جنيه ما هو مش هيرجع. حسام حسن لو رجع كاس افريقيا الناس هتقطعه. اللي في الاعلام هو مكروه. هو انت صدرت للدنيا ان دول اعدائك وبيكرهوك. انا شايف مش عارف ليه. احنا شغالين. اي حد مصري. بس هو اي مدرب مصري هيبقى عشان كده. كده بنقول ده بالاهلي والزمالك ما ينفعش بس في ناس بتعرف تتكلم يا جو. الاهلي والزمالك. بس هي انت برضه لازم تحط الموضوع الضغوطات بتاع سياسي المدرب أكتر. المصري. لا واي حد ماسك اي حد في الاعلام هيبقى حاسس ان هو بيفهم اكتر منه عشان هو مصري زيه، فانا هطلع انتقد ومع ذلك يعني انا شايف ان الشخصيه القريبه لحسام حسن كان حسام البدري. بس حسام حسن بدري بقى يتكلم. ما وقعش بلسانه ولا خبط ولا وقع على اقول لك على عينه. حاجه. حسام البدري كان معاه مشكله مع مصطفى. صح يا مصطفى؟ كان مصطفى معاه كان معاه مشكله برضه ما كانش بيلعب. ما بهزرش والله. بس كان بيتفادى حتى بعد المشكله اللي هو يخش في جدال مع مصطفى. بس لا يا راجل اذكى. ذكي. هو اذكى بكتير. لا هو الموضوع كله حسام ذكي. بدري شخصيته غير. يا عم احنا بنعرف نشتغل. وكان في يعني تكتيك. بقالنا 30 سنه بنحارب نيجي منتخب مصر. انا ما بعرفش اتكلم يا عم. ما تتكلمش. اطلع يا عم. بس هو انت ما عندكش فكره. الكلمتين المحفوظين اللي بيتقالوا في المؤتمر الصحفي والحمد لله وخطوه حلوه والبطوله وهنزق الجايه. نفسنا عشان نعمل حاجه كويسه في افريقيا. حارب كله. هو ما ماشي معاه عنده اعداء على ارض الواقع عنده. صبحي حارب كله صبحي وبيصدر المشاكل للناس كلها. وطنيين ومش وطنيين وبتاع. قصه برضه صعبه. انا نفسي يبقى وليه؟ عشان ابراهيم زرع ليه؟ خلي بالك برضه هي شخصيات. احنا هقول لك على حاجه. نروح في حته. احمد عبد الرؤوف محترم جدا. بيعرف يتكلم. محترم جدا. نروح برضه الجو. هو بيعرف يتكلم. انا عايز مش عايز يعرف يتكلم. انا عايزه احنا بقى بنتكلم في حته الشخصيه. انت شايف احمد عبد الرؤوف كبروفايل ماشي. انا بقول بس لك مدرب لسه جديد وصغير. انا شايف ان الزمالك بالذات ما ينفعش يمسك مدرب مصري نهائي برضه. يعني دي حاجه ما وشخصيته. انت لسه خارج من الاجنبي اللي كل الناس شايفاه مش ما نافع. تجيبليش اجنبي برضه ميت خالص وتقول لي ما هي تخيرني بالدوري المصري. ما الاثنين اوحش من بعض. بس هو احمد عبد الرؤوف يعني لو على كلام الناس ان هو مرحله انتقاليه، انت يعني شايف مشي الدنيا كويس. هو المدرب المصري الوحيد اللي ممكن يمسك مرحله انتقاليه في يعني ويعرف يشيل الفرقه في الوقت ده يا طارق مصطفى يا ايمن الرمادي. بس غير